السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب ويا بنات تالتة اعدادي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في قناتي. معاكم مستر سيد سليمان. طيب، بما ان الامتحانات على الابواب، فانا قررت اعمل لكم مراجعات على المنهج. ان شاء الله مش هيخرج منها الامتحان. وقبل ما ابدأ، انزل انت وهي اعملوا اشتراك للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم باقي المراجعات. جميل. مراجعة الجغرافيا عبارة عن ايه يا مستر؟ هقول لك. عبارة عن جزئين. الجزء الأول مكون من المصطلحات وصوب ما تحته خط وبما تفسر. جميل. الجزء الثاني مكون من اختر ما بين الأقواس وماذا يحدث إذا، وقارن بين، وما النتائج المترتبة على. طيب، كده احنا عرفنا المراجعة هتمشي ازاي. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. لأهم التعريفات اللي في المنهج عايز أقولك أنت وهي عندنا 11 تعريف. هتخش تلاقي منهم اتنين في الامتحان، فنركز مع بعض جدا ونحفظهم كويس. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. واحد، الموقع الجغرافي. قالك هو موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى من بحار ومحيطات وقارات أو دول مجاورة. جميل. اتنين، قالك الدول الجزرية. الدول الجزرية دي خد بالك منها انت وهي عشان بتيجي في الامتحان كتير. قالك هي الدول التي تتكون من جزيرة او اكتر او قد تكون جزء من جزيرة. جميل. تلاتة، حوض النهر. قالك الارض التي يجري فيها النهر او احد روافده، احد اذرعه يعني، او تنحدر مياهه اليه. جميل جدا. اربعة، اقليم مناخي. قال لك منطقة محددة على سطح الأرض. مالها دي يا مصر؟ قال لك ليها خصائص مناخية معينة. قال لك من حيث إيه؟ قال لك من حيث الحرارة والرياح والأمطار وغيرها. يبقى إقليم مناخ قال لك منطقة محددة على سطح الأرض لها خصائص مناخية معينة من حيث الحرارة والرياح والأمطار وغيرها. جميل. خمسة، السلالة البشرية. قال لك هي مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية. ناس كده تتشابه في شكلها الخارجي اللي هو شعرها، لون العين، لون البشرة. فهنقول مجموعة بشرية تتشابه في صفاتها الجسمية الخارجية. جميل. ستة، السلالة القلبية. احنا طبعا عارفين ان السلالات فيه كتير، بس السلالة القلبية دي قال لك مجموعة تتبع السلالة القوقازية. جميل. وتشمل سكان غرب ووسط أوروبا. يبقى السلالة القلبية مجموعة تتبع السلالة القوقازية وتشمل سكان غرب ووسط أوروبا. جميل. سبعة، الهجرة الغير شرعية. قال لك هي الهجرات الخارجية التي تتم من خلال وسائل غير قانونية والهروب من سلطات الحدود والإقامة الغير شرعية بالبلاد. يعني شوية شباب عايزين يهاجروا البلد عشان يعملوا شوية فلوس، فيهاجروا في ايه، في عند البحر مثلا. تبقى هجرة غير شرعية مش قانونية. ويروحوا البلاد اللي رايحينها دي يقعدوا فيها غير قانوني برضه. يبقى هنا الهجرة غير شرعية. قال لك الهجرات الخارجية التي تتم من خلال وسائل غير قانونية والهروب من سلطات الحدود والإقامة الغير شرعية بالبلاد. جميل. 8، الديموغرافيا. دراسة السكان من حيث ايه؟ قال لك من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكاني. يبقى الديموغرافيا هو علم دراسة السكان من حيث ايه يا مصر؟ قال لك من حيث ثلاث حاجات: النمو والتوزيع والتركيب السكاني. جميل. 9، الزيادة الطبيعية. قال لك هي ناتج الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. ناتج الفرق بين عدد المواليد وعدد ايه؟ الوفيات. جميل جدا. 10، قال لك التركيب العمري. يعني ايه التركيب العمري ده؟ قال لك دراسة. طب تمام، عرفنا ان هي دراسة. قال لك بندرس حاجتين. قال لك عدد ونسبة. عدد ونسبة كل مجموعة من سكان منطقة ما وفقا لفئات عمرية محددة. يعني ايه؟ قال لك فئات عمرية محددة، مثلا اللي هو ايه، اللي عندهم 15 سنة فيما اقل، دول بنقول عليهم ايه؟ فئة الاطفال او صغار السن. اللي عندهم من 15 لحد 64 سنة دول فئة القادرين على العمل، سن الشباب. طب اللي عن ال 65 سنة او انت طالع، قال لك فئة كبار السن. يبقى التركيب العمري دراسة
عدد، دراسة عدد ونسبة كل مجموعة من سكان منطقة ما وفقا لفئات عمرية محددة. جميل. 11 والتعريف الأخير، قال لك القوى العاملة. يعني ايه القوى العاملة دي يا مستر؟ قال لك عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه والذين يعملون فعليا أو يبحثون عن عمل. يعني ايه عدد الأفراد اللي هم بيشتغلوا أو بيدوروا على شغل، انت فاهم؟ أو القادرين على شغل، هي دي القوى العاملة. يبقى عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه والذين يعملون فعليا أو يبحثون عن عمل. جميل. بعد كده هنخش على أسئلة مهمة برضك. السؤال ده بيتكرر كتير في الامتحانات. يقول لك صوب ما تحته خط. صوب ما تحته خط. طب نشوف كده يا مستر. هيقول لك مثلا، نبدأ. واحد، يقل السكان في قارة أمريكا الشمالية في دول البرزخ مثل المكسيك. هقول له لأ، مثل هندوراس وكوستاريكا. صح؟ جميل. اتنين، تشابه تضاريس قارة استراليا تضاريس قارة أمريكا الجنوبية. أقول له غلط. سامعك أنت اللي هناك بتقول قارة أفريقيا. صح. تلاتة، تكثر الهضاب شرق جبال الإنديز مثل هضبة البرازيل في الجنوب. أقول له لأ، هضبة باتاجونيا. جميل. أربعة، ترتفع نسبة فئة كبار السن في الدول الأفريقية. أقول له لأ، سامعك أنت. أيوة أنت. إيه الدول المتقدمة خاصة أوروبا. جميل. تطل قارتي خمسة، تطل قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية على البحر المتوسط. غلط طبعا. يبقى إيه؟ البحر الكاريبي. جميل. ستة، تتميز الغابات النفضية بكثافة أشجارها وتشابكها. غلط. أيوة سامعك اللي من ورا الشاشة. أنت بتقول إيه؟ الغابات الاستوائية. جميل. نخش بعد كده على سبعة، تمتد هضبة باتاجونيا في غرب قارة أمريكا الجنوبية. لا، في جنوب قارة أمريكا الجنوبية. جميل. 8، يعيش حيوان الدب القطبي في إقليم مناخ التندرا. شاطر. حيوان الرنة. جميل. 9، أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان جزيرة تسمانيا. غلط. أقول له جاوة. جميل. 10، تنمو أشجار جوز الهند في إقليم المناخ المداري الحار. لا طبعا، في الايه اقليم المناخ الموسمي. جميل. 11، يوجد اكبر بحر مغلق في العالم بقارة اوروبا. ايوان سامعك اللي هناك بتقول قارة اسيا، اللي هو بحر قزوين، عارفينه. 12، يقل عدد السكان في دول البرزخ مثل فنزويلا. اقول له لا، هندوراس. جميل. السؤال اللي بعده 13، جماعة البانتو تنتمي للسلالة القوقازية. هقول له لا، للسلالة الزنجية. 14، يتركز سكان كندا في المدن الكبرى مثل مكسيكو. قول له غلط، مثل مونتريال. جميل. 15، تمتد جبال طوروس في العراق وإيران. لا، جبال زاجروس. جميل. 16، أكثر مناطق العالم ازدحاما بالسكان جزيرة تايوان في قارة آسيا. أقول له لأ، جزيرة جاوا. جميل. 17، تفصل بين قارتين آسيا وأوروبا جبال الأبلاش. لا سامعك. أيوة اللي هناك بتقول إيه؟ جبال الأورال. شاطر. 18، تنمو في المناخ الموسمي حشائش الاستبس. لا طبعا، حشائش السافانا. جميل. 19، الصنوبر والشربين من أشجار الغابات الاستوائية. لا، الأشجار الغابات المخروطية. جميل. 20، تركز السلالة المغولية في قارة أوروبا. غلط، في قارة آسيا. تعتبر دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي أقل من المتوسط. لا طبعا، الدخل الاقتصادي مرتفع. يتركز السكان في سهول نهري جوبا وشبيلي بقارة استراليا. أقول له لأ، أقول له في ميري ودارلينج. جميل. 23، تقع جبال داركنزبرج في أقصى الشمال الغربي من قارة أفريقيا. أقول له لأ غلط، في الجنوب الشرقي. جميل. السؤال 24، موقع المكان بالنسبة للأماكن الأخرى يعرف بالموقع
طبعا موقع الجغرافي. جميل جدا. 25. تسقط أمطار الإقليم المناخي الموسمي صيفا في قارة أفريقيا على هضبة الشطوط؟ لا طبعا، على هضبة أثيوبيا. شاطر. 26. الشعر الأجعد والأنف العريض والشفاه الغليظة من مميزات السلالة القوقازية؟ لا طبعا، من مميزات السلالة الزنجية. شاطرة. 27. سهل كلونشو من السهول الصحراوية في العراق؟ أقول له لأ، في ليبيا. جميل. 28. يفصل قارة آسيا عن قارة أوروبا جبال الألب؟ أقول له لأ، جبال الأورال. السؤال ده بيتكرر كتير. 29. من الأنهار الأوروبية التي تصب في بحر قزوين نهر أوب؟ لا طبعا، نهر الفوليكا. 30. يمتد الإقليم الاستوائي بآسيا على سواحل الشام وتركيا؟ لا غلط، يمتد إقليم مناخ البحر المتوسط. 31. تنمو أشجار الصنوبر في إقليم الغابات الموسمية؟ غلط، إيه، الغابات المخروطية. يتركز السكان في قارة أمريكا الجنوبية في السهول الساحلية وسهل نهري الأمازون استوائية؟ غلط، لا بلاتا، اللي هي بين قوسين البنباس. 33. تعد دولة البرازيل بآسيا من الدول ذات المستوى الاقتصادي أقل من المتوسط؟ لا طبعا، دولة الصين. جميل. 34. تعتبر الغابات الاستوائية حديقة حيوان طبيعية؟ لا، دي حشائش السافانا. 35. تعد جماعة الأقزام في شمال كندا من السلالة المغولية؟ أقول له لا، جماعة الإسكيمو. تمام. 36. والسؤال الأخير في صوب ما تحته خط. تمتد السهول الفيضية في أوروبا من المحيط الهادي غربا حتى جبال الأورال شرقا؟ لا طبعا، المحيط الأطلنطي. جميل. كده انت وصلت معانا للأسئلة المهمة جدا، أسئلة بما تفسر. وعايز أقول لك الأسئلة دي برضو مش هيخرج منها الامتحان. يعني انت لو ذاكرت وحفظت الأسئلة دي يبقى انت كده ضامن بما تفسر في الامتحان. جميل. هنبدأ بالسؤال رقم 1. كثرة المواني الطبيعية بالسهول الساحلية في قارة أوروبا بما تفسر ليه؟ أقول له بسبب كثرة تعريج السواحل وكثرة الجزر التي تساعد على انتشار المواني. جميل. السؤال الثاني. تعرف هضبة التبت في آسيا بسقف العالم؟ إجابة بسيطة جدا، بسبب ارتفاعها عن قمم الجبال. طيب. 3. قلة أهمية أنهار شمال آسيا في فصل الشتاء؟ بكل بساطة هقول له لأنها تتجمد خلال الشتاء. طيب. 4. تعد حشائش السافانا حديقة حيوان طبيعية؟ أقول له لأنه يعيش بها أنواع مختلفة من الحيوانات آكلات العشب زي الزراف والفيل والفيلة، وأخرى أكلات اللحوم زي النمور والأسود. طيب. 5. تنوع الحياة النباتية في إقليم المناخ الجبلي؟ بكل بساطة هقول له بسبب ارتفاع السطح وكمية المطر. 6. نشأة السلالات البشرية المختلفة بما تفسر؟ هقول له الإجابة دي طويلة بس عشان لازم تكتبها عشان تاخد الدرجة كاملة. بسبب انتشار الإنسان في قارات العالم المختلفة، خاصة قارات العالم القديم أواخر عصر البليستيسيون، ومع استقرار الإنسان في هذه البيئات المختلفة بدأ يتأثر بها ويؤثر فيها، فظهرت اختلافات في الصفات الوراثية ميزت كل مجموعة من البشر، ومن هنا نشأت السلالات البشرية. طيب. 7. العرب ليسوا من سلالة واحدة بسبب اختلاطهم مع السلالات الأخرى بعد حدوث الفتوحات والهجرات على مر التاريخ. جميل. 8. زيادة نسبة الجنس المغولي عن 40% من سكان العالم ليه؟ هقوله لأنه النسبة الكبرى من سكان الصين ودول شرق وجنوب شرق آسيا ينتمون إلى السلالة المغولية وهم أكثر دول العالم. بعد كده هنخش على السؤال التاسع. عدم وجود شعب بالكامل من سلالة واحدة.
أقول له بسبب انصهار السلالات واختلاط الصفات الطبيعية التي تميز كل سلالة عن الأخرى. جميل. 10. ضيق السهول الساحلية بشكل عام في قارة أفريقيا. ليه؟ هقول له بسبب اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل. طيب. 11. اختلاف الخصائص الاقتصادية لسكان العالم. ليه؟ لأنها تتوزع وفقا لتنوع الأنشطة الاقتصادية التي يقوم بها السكان في كل دولة. طيب. 12. ضيق السهول الساحلية بشرق استراليا بسبب اقتراب جبال الحاجز الكبير من ساحل المحيط الهادي. 13. ضيق السهول الساحلية غرب قارة أمريكا الجنوبية. ليه؟ أقول له بسبب اقتراب جبال الإنديز من ساحل المحيط الهادي. طيب. 14. تسمى الغابات النفضية بهذا الاسم. ليه الغابات النفضية بتسمى بهذا الاسم؟ بكل بساطة أقول له لأن أشجارها تنفض أوراقها في فصل الشتاء بسبب البرودة الشديدة. جميل. 15. يتميز حوض الأمازون بارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار طوال العام. هقول له لأن هذه المنطقة تقع في نطاق إقليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي الذي يتميز بارتفاع درجات الحرارة وسقوط الأمطار طوال العام. 16. تركز السكان في منطقة البحيرات العظمى بالولايات المتحدة الأمريكية. بكل بساطة أقول له لأنها منطقة ذات موارد اقتصادية ضخمة. جميل. 17. تركز السكان في الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية. أقول له بسبب وجود الموارد الاقتصادية الضخمة والمدن الكبرى مثل نيويورك. جميل. 18. وجود عدد كبير من زنوج أفريقيا في الأمريكتين. هقول له بسبب تعرض عدد كبير من الزنوج الأفارقة للهجرات الإجبارية للأمريكتين. ليه؟ قال لك ضمن تجارة العبيد التي كانت سائدة في الماضي وذلك للعمل فين؟ في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ التي أنشأها الأوروبيون في الأمريكتين. جميل. 18 كده. 19. انخفاض معدل الوفيات في مصر طبعا بسبب الرعاية الصحية والاهتمام بصحة الأطفال. طيب. 20. قلة عدد السكان في سيبيريا. ليه؟ بكل بساطة طبعا هقول له بسبب برودة الجو. 21. قلة عدد السكان في سهول الأمازون بأمريكا الجنوبية. هقول له بسبب وجود الغابات الاستوائية. طيب. 22. قلة عدد السكان في المناطق الشمالية في قارة أوروبا. ليه؟ أقول له بسبب شدة البرودة برضه. 23. ارتفاع معدل الوفيات في قارة أوروبا. هقول له بسبب زيادة عدد كبار السن. جميل. 24. ارتفاع معدل المواليد في قارة أفريقيا. ليه أفريقيا فيها مواليد كتير؟ هقول له بسبب انتشار الأمية في معظم دول القارة والاعتماد على الزراعة البدائية والرعي وانتشار بعض العادات والتقاليد السلبية. زي إيه؟ قالك مثل الزواج المبكر والرغبة في إنجاب أكبر عدد من الأبناء. طيب. 25. وصلت نسبة التعليم في مصر إلى 65% من السكان. ليه؟ هقول له بسبب زيادة الاهتمام بالتعليم في مراحله المختلفة وجهود الدولة في مجالات محو الأمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وبكده تكون حلقتنا خلصت النهاردة، وأتمنى تكونوا استفدتوا، وأتمنى تحفظوا الأسئلة دي صم، لأن بإذن الله هتلاقوها في الامتحان. وبالتوفيق ليكم، وانتظروا بإذن الله الجزء الثاني من مراجعة الدراسات الجغرافيا، وإن شاء الله انتظروا مراجعة التاريخ. والتوفيق والنجاح الدائم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.